أسعدتم مساء أعزائي المشاهدين مع حلقة تحت عنوان تاريخ الأديان الكردية. ولأن الموضوع مهم للغاية دعوت ضيفا مهما، وهو مهدي كاكائي الذي يحمل شهادة دكتوراه في علم البيئة اختصاص الاحتباس الحراري من جامعة بيلفاست الملكية البريطانية، كما أنه مختص بالتاريخ الكردي والأديان الكردية. فمرحبا بك دكتور كاكاي. شكرا على استضافتي وإتاحة الفرصة لي للحديث عن الأديان الكردية. شكرا جزيلا مرة أخرى. الشكر لك لقبول دعوتي دكتور. سوف أدعك تتكلم براحتك، أنت تشرح لنا كما تشرح لطلابك محاضرة. شكرا. ونحن أنا والمشاهدين فقط سوف نسمعك، فتفضل. شكرا وأشكرك جدا، وأشكر السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات، وأرحب بكم جميعا. بالنسبة إلى التاريخ والعقائد، عقائد كل الشعوب تعكس الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لمجتمع ما، ولذلك المعتقدات الكردية مرتبطة بالحضارات الكردية، المراحل الحضارية التي مر بها الشعب الكردي. فلذلك بدأت المعتقدات والميثولوجيا الكردية من سلسلة جبال زاغروس وتوروس. من هنا قبل أكثر من 9000 سنة بدأت الميثولوجيا الكردية، الأساطير الكردية والمعتقدات الكردية من كهوف جبال زاغروس وتوروس. ولذلك أبدأ بمراحل الحضارية التي مر بها الشعب الكردي، وانعكاس هذه الحضارات على الأفكار والميثولوجيا الكردية. فأول حضارة كردية هي مرحلة حضارة غوزانا. هذه الحضارة عمرها 5600 سنة، امتدت من سنة 5600 إلى 4400 قبل الميلاد، يعني قبل أكثر من 8000 سنة. فاسم غوزانا، حضارة غوزانا، نسبة إلى تل غوزانا الواقعة قرب سريكانيا في غرب كردستان. والعرب قاموا بتعريب الاسم إلى تل حلب. فحيث في أحضان هذه الحضارة، حضارة غوزانا، تمت اكتشاف الزراعة وتربية الحيوانات وصناعة الفخار، وأيضا ظهرت بوادر الميثولوجيا الكردية، فظهرت آلهة الطقس وآلهة الأمومة والخصوبة، كلها هذه كانت متعلقة بالزراعة عندما اكتشف أسلاف الكرد الزراعة وارتبطت. وأيضا أوجدوا طقوس الدفن، حيث كانوا يعتقدون بالعالم الآخر، أي أن الإنسان يموت وثم يحيا. ولحد الآن الأديان الكردية تحتفظ بهذا الاعتقاد، والذي نعبر عنه بتناسخ الأرواح. الإنسان يموت وثم يحيا من جديد ويعيش.
ولذلك كان الأسلاف الكرد في أثناء حضارة غوزانا كانوا يدفنون أمتعة المتوفي وكذلك المأكولات، لأنهم كانوا يعتقدون بأن الإنسان الميت يرجع إلى الحياة مرة ثانية. ولذلك وكانوا أيضا منذ البداية كانوا يعبدون الشمس، ولذلك كانوا يدفنون الميت من جهة الغرب حتى يشاهد المتوفي يكون مقابل شروق الشمس، ولهذا كانوا يدفنونهم، يضعون رأس المتوفي في جهة الغرب ليواجه شروق الشمس. وهذه المعلومات، للزيادة لهذه المعلومات يمكن مراجعة كتاب تاريخ العراق القديم للدكتور محمد بيومي مهران، صفحة 23. بعد مرحلة حضارة غوزانا تأتي مرحلة الحضارة السومرية. الحضارة السومرية كانت ظهرت قبل 4000 سنة قبل الميلاد، يعني قبل أكثر من 6000 سنة من الآن. فنقلوا السومريون، كانوا يعيشون طبعا هم من سكان حضارة غوزانا، فانتقلوا عندما انتقلوا إلى جنوب كردستان، إلى جنوب العراق الحالي، وفي الحقيقة هي أيضا تاريخيا جزء من كردستان. فأخذوا حضارة غوزانا معهم الزراعة وتربية الحيوانات والدواجن، واخترعوا الكتابة وصناعة الفخار، واخترعوا كذلك التقويم السنوي الشمسي، وأسسوا البانثيون، هذا مجلس الآلهة. كان هذا المجلس كان يشرف على الشؤون الدينية السومرية، وبقيادة الإله الأكبر آن، وثم إنليل وإنكي. وكان السومريون يعتقدون يعبدون الشمس، وحيث أن كانوا يرون الشمس تشرق. عندما كانت تشرق الشمس، فالشمس كانت تعطي النور والضياء ويحل النهار، وكان الناس يستيقظون من نومهم، وبعد غروب الشمس كان الناس ينامون. ولذلك تصور السومريون أن الشمس تمثل الحياة والموت، حيث عندما تشرق تظهر الحياة، وعندما تغرب يظهر الموت. ولذلك كانت الشمس رمز الحياة والحرارة والنور. والسومريون هم أول من عبدوا الشمس، حيث بنوا معابد لإله الشمس أوتو. أوتو هذه الكلمة لحد الآن باقية في اللغة الكردية، التي تعني الحرارة والنور. وأيضا جاء في شريعة الملك أورنمو مؤسس سلالة أور السومرية الثالثة، لقد جعلت شرائع الإله شمس تسود في البلاد، فحيث كانت عبادة الشمس سائدة في بلاد سومر.
وهذه الميثولوجيا السومرية أثرت طبعا حضارة سومر أيضا أثرت في جميع شعوب غرب آسيا، وحتى أن سوف فقط أشير هنا أن حتى تبين من الأبحاث المعاصرة حتى أن السومريين سافروا أو هاجروا إلى مصر، وأن فكرة الأهرامات الفرعونية هي فكرة سومرية وتعلموها من سومر. سأكتب مقالة حول هذا الموضوع، كون السومريين هم مكتشفي بناء الأهرامات الفرعونية، حيث تعلموها من الزقورات. كانت لما انتقل السومريون إلى مصر، فهناك كانوا يبنون الزقورات تحت الأرض، وهكذا أصبحت أهرامات، وعملوا هذه الأهرامات الفرعونية المبدعة. وأيضا حتى الأساطير السومرية أثرت على المعتقدات الأخرى. مثلا النبي نوح هذه موجود هي أسطورة سومرية، حيث انتقل هذه الأسطورة، أسطورة النبي نوح. طبعا النوح أيضا نوح هي كلمة كردية يعني المجدد. نوح لحد الآن الكرد يستعملون نوى. وهذه الأسطورة، أسطورة النبي نوح، انتقلت إلى الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية أيضا، حيث في التوراة رست سفينة نوح على جبل أرارات، وفي القرآن جودي، بينما في الأسطورة السومرية والبابلية رست هذه السفينة على جبل نسير. وكل هذه الأسماء، هذه الجبال كلها تقع في كردستان. وأيضا البابليين وغيرهم من شعوب المنطقة عبدوا الشمس واقتبسوا الآلهة السومرية. فمثلا تجليات الإله السومري أداو أخذها الآشوريون والساميون وسموها حدد أو هدد. هذه كانت المرحلة السومرية. المرحلة الثانية من حضارات أسلاف الكرد، ونأتي إلى المرحلة الكاشية والخورية. الخورية أو هورية، هذه أيضا هذه الكلمة باقية في اللغة الكردية، يعني الشمس هم. وهذه الفترة تمتد من 3000 قبل الميلاد إلى 1000 قبل الميلاد. وكان إله الكاشيين كان يسمون الإله خد. لحد الآن هذه الكلمة باقية في اللغة الكردية، خدا أي خالق نفسه. وأيضا كان لهم إله سورياش، وبينما الخوريين كان لهم إله آسورا، إله الشمس أيضا.
واسم سوريا الحالية متأتية من هذا الاسم، اسم آسورة الخوري وسورياش الكاشي. ولكون السوريان عاشوا في سوريا فأخذوا تسمية السوريان من اسم سوريا، لأنهم كانوا يعيشون في سوريا، واسم سوريا كما قلنا مأخوذ من اسم سورياش أو آسورة، أسماء الآلهة الكاشية والخورية. هذه المعلومات يمكن الاستزادة فيها في كتاب الكرد وكردستان لأرشاك سافرستيان، صفحة 42، ودياكونوف في كتابه ميديا من صفحة 131 إلى 133. الآن نأتي إلى المرحلة الميدية. فهذه المرحلة تمتد من سنة 1100 إلى 550 قبل الميلاد، أي قبل تأسيس. طبعا الميديون كانوا موجودين أيضا قبل تأسيس المملكة أو الإمبراطورية الميدية. وللمعلومات أيضا حتى السومريين فكانوا الجوتيون أسلاف الكرد كانوا قد انتقلوا من جبال زاغروس عن طريق إيلام إلى جنوب العراق الحالي، وقبل وهناك بقوا آلاف السنين. فالسومريون الحاليون هم سلالة أو عائلة أو قبيلة جوتية انتقلوا إلى جنوب العراق، وبعد ذلك بعد عدة آلاف من السنين ظهر السومريون في جنوب العراق الحالي. والمرحلة الميدية فكان الدين الرسمي للمملكة والإمبراطورية الميدية كان الدين اليزداني، وبقي الدين اليزداني دينا رسميا حتى للمملكة الأخمينية بعد سقوط المملكة الميدية ومجيء الملوك الأخمينيين كورش وقمبيز. خلال فترة حكم هذين الملكين الأخمينيين الفارسيين بقى الدين اليزداني هو الدين الرسمي للدولة الأخمينية أيضا. واعتقد أن هذا الدين احتفظ الأخمينيون به لأن الكثير من القواد العسكريين الأخمينيين في الدولة الأخمينية كانوا ميديون، ولذلك لم يلغوا الدين اليزداني، إلا أنه بعد أن قام الثائر الكردي غوماتو بإعادة الحكم الميدي من جديد من الأخمينيين، وبقى حكمه استمر لمدة حوالي 8 أشهر. إلا أن دار الأول مع جماعة آخرين قاموا بقتل هذا الثائر الكردي وإعادة الحكم الفارسي للمملكة الأخمينية. وعند ذلك قام دار الأول
الملك الأخميني الثالث بإبادة اليزدانيين وتخريب وتدمير معابدهم وكتاباتهم والدينية، ولذلك لم تبقى آثار الديانة اليزدانية، فاحتفظ اليزدانيون بعقائدهم وطقوسهم في صدورهم، إلى أن جاء بعض الفرص لهم فقاموا بتدوين دينهم بعد إزالة الدولة الأخمينية والضغوطات التي كانوا يتعرضون لها. وأيضا أتحدث عن الدين اليارساني أيضا. هذا الدين دين قديم جدا، إلا أن الباحثين والمؤرخين مع الأسف أهملوا هذا الدين، حيث أن الكاكائية كانت عبارة عن اتحاد قبائل كبيرة تعيش منطقة سكنها كانت تمتد من كردستان إلى الهند، حيث تم ذكر الكاكائيين في الكتاب الهندوسي المقدس ريغ فيدا، الذي هو أقدم كتاب ديني، وتم تأليفه بين السنة 1700 إلى 1100 قبل الميلاد. وأيضا تم ذكر الكاكائيين في الملحمة الهندية القديمة مهابراتا، هذه الملحمة عمرها في القرن الرابع والخامس قبل الميلاد مكتوبة هذه الملحمة. وأيضا أسس الكاكائيون مملكة باسم مملكة كاكاي وكان على جزء من أراضي أفغانستان وباكستان الحالية. فلذلك كان الكاكائيون أيضا يعيشون في فترة الخوريين وقبل الميديين. ولزيادة في هذه المعلومات يمكن الاطلاع على كتاب آريا القديمة وكردستان الأبدية، الكرد من أقدم الشعوب، لصلوات غولياموف، ترجمه من الروسية الدكتور إسماعيل حصاف، وتابعته ودققته مارغريت حصاف زوجته، وصادر هذا الكتاب في سنة 2010 ميلادية. ولهذا نرى لحد الآن عشيرة الفقراء من الإيزيديين الساكنين في جبل شنغال لحد الآن عندما يحلفون يقسمون يقولون قسم خركي فقيران قندهاري، فقندهار كانت تابعة للمملكة الكاكائية في ذلك الوقت، كانت جزءا من هذه المملكة. والآن نأتي إلى المثرائية. المثرائية أيضا لما ظهر الميتانيون فكانوا يؤمنون بميترا إله الشمس، وهذه الديانة المثرائية تعتبر فرعا من المعتقدات الخورية، حيث كانوا
يقدسون أو يعبدون إله الشمس، وهذه الديانة انتشرت بشكل كبير في غرب آسيا، وامتدت إلى الرومان، ووصلت أيضا إلى بريطانيا. وكثير من الطقوس والعقائد المثرائية مأخوذة من قبل الدين المسيحي. على سبيل المثال ميلاد السيد المسيح. ميلاد السيد المسيح هو ميلاد مترا، حيث مولود في 25 ديسمبر كانون الأول. فبينما كما يتحدث الإنجيل فأن السيد المسيح مولود في الربيع، وحسب أبحاث العلماء يقولون أنه مولود في 28 آذار. وحتى الصليب، هذا الصليب المسيحي أيضا مأخوذ من أسلاف الكرد السومريين، حيث وجدت آثار فيها آثار السومرية فيها هذا الصليب. كثير من هذا ليس موضوعنا الآن. أيضا بعد المثرائية ظهرت الزرفانية إله الخير وإله النور وإله الزمن، وفيه توحدت إله الخير والشر، أي تصالحوا وأصبحوا إله واحد حسب العقيدة الزرفانية. للاستزادة من هذه المعلومات والاطلاع على معلومات أكثر يمكن مراجعة كتاب أساطير العالم القديم لسامويل نوح كريمر. أنا ماخذ هذه المعلومات من صفحة 313. وبالنسبة للمثرائية أيضا يمكن الاطلاع على كتاب المعتقدات الدينية لدى الشعوب لجيفري بارندر، وأيضا كتاب مختصر دراسة التاريخ لأرنولد توينبي. بعد الزرفانية ظهرت هذه، طبعا أحب أن أقول هذه المثرائية والزرفانية، والآن نأتي إلى المزدية. كلها هذه متأتية أو فروع من الديانة اليزدانية. ففي كل فترة تاريخية ظهرت الديانة اليزدانية باسم خاص، ولذلك لها أسماء مختلفة. وطبعا هذه المعتقدات تطورت مع مرور الزمن. فالمزدية هو إله العالم والناس جميعا. لذلك الآن هذه الديانة المزدية هي نفسها الديانات الكردية المعاصرة، حيث كانوا المزدية تؤمن بصلات الإنسان، صلات محبة بين الإنسان والخالق أو الإله. ولحد الآن الأديان الكردية لها هذه العقيدة.
والآن نأتي إلى فترة ظهور الإسلام. بعد ظهور الدين الإسلامي واحتلال كردستان من قبل العرب، بدأت الديانة اليزدانية تصارع من أجل البقاء ضد، حيث كانت تتعرض للإبادة والقتل من قبل الزردشتية الفارسية السياسية، وأيضا من قبل الدين الإسلامي. وهذه المعلومات يمكن الاطلاع عليها في كتاب تاريخ ابن خلدون لابن خلدون، الجزء الرابع صفحة 993. وكثير أيضا عندي أبو حنيفة الدينوري أيضا يتحدث نفس الشيء، والطبري في تاريخ الطبري أيضا، وابن الأثير الكامل في التاريخ أيضا. كل هذه إبادة أصحاب الديانة اليزدانية من قبل الزردشتيين ومن قبل المسلمين. وعلى سبيل المثال تعاون الحكام الفرس مع الدولة العباسية للقضاء على ثورات الخراميين اليزدانيين في القرن التاسع والقرن العاشر الميلادي. فالخرم أيضا من الاسم متأتي من خور، يعني شمسانيين. نستطيع أن نسمي الديانة اليزدانية باسم الديانة الشمسانية. فاستمرت ثورة الخرمانيين لمدة 22 سنة ضد العباسيين، واستطاعوا تحرير كردستان الممتدة إلى مدينة اسطنبول الحالية، إلا أن القوات العباسية كانت استعملوا قوات كبيرة وأسلحة أكثر تطورا من الأسلحة التي كانت بحوزة الخرميين، واستطاعوا القضاء على هذه الثورة التي استمرت من سنة 816 إلى 837 ميلادية. وظلت الديانة اليزدانية بفروعها المختلفة سائدة بين الشعب الكردي إلى القرن الثاني عشر الميلادي، أي قبل حوالي 800 سنة. يمكن التأكد من هذه المعلومة في كتاب الوزارة في عهد السلاجقة للأستاذ عباس إقبال، ترجمة أحمد كمال الدين حلمي، الطبعة الأولى صفحة 29. في القرن الحادي عشر الميلادي تم عقد تحالف بين الخلافة العباسية والترك السلاجقة، وتم غزو بلدان غرب آسيا ومنها الإمارات والدول الكردية، حيث تم القضاء على الإمارات الكردية التي كانت قائمة في المنطقة، من ضمنها الإمارة الروادية في أذربيجان وجنوب القوقاز، والإمارة البرزيكانية في همدان، والإمارة الشدادية في أرمينيا وفي أرمينيا، والدوستكية في وسط وشمال كردستان، وإمارة شوانكارا في بلاد فارس، وإمارة الران التي كانت قائمة في كل من أذربيجان وأرمينيا وجورجيا الحالية. في النصف الثاني من القرن 16 الميلادي، أي منذ حوالي 400 سنة، أصبحت غالبية الكرد مسلمين، حيث والأصحاب الديانات الكردية الحالية تعرضوا للإبادة والقتل، وتفاديا للقتل وللحفاظ على حياتهم
الحفاظ على دينهم قاموا بإدخال بعض الشخصيات الإسلامية إلى أديانهم تجنبا للقتل ودفع أموال للمسلمين. وأريد هنا أن أقول نعم، هؤلاء اضطروا إلى إدخال مثلا الإيزيديون أدخلوا اسم الشيخ أبو بكر إلى دينهم، واليرسانيون والهلاويون أدخلوا اسم علي بن أبي طالب إلى دينهم. ولكن هنا أريد أن أوضح نقطة مهمة في هذا الصدد. صحيح هم اضطروا إلى إدخال مثلا الإيزيديون أدخلوا الشيخ أبو بكر الصديق أدخلوه في دينهم، ولكن الإيزيديون واليرسانيون والهلاويين أدخلوا هذه الأسماء أو شخصيات حسب تناسخ الأرواح. يعني علي بن أبي طالب الموجود في الدين اليرساني والهلاوي هو ليس نفس شخصية الخليفة المسلم. روحه انتقلت إلى شخص آخر، وهو شخص آخر وليس علي بن أبي طالب المسلم. نفس الشيء أبو بكر كان خليفة المسلمين، ولكن عندما انتقل حسب تناسخ الأرواح إلى الدين الإيزيدي فهو أصبح إنسانا آخرا، شخصية أخرى، ليس شخصية إسلامية، لا علي بن أبي طالب ولا أبو بكر. فهم انتقلوا وانتهوا من العالم الإسلامي وانتقلوا إلى حياة جديدة بعد موتهم. ولذلك هذه نقطة مهمة، رغم أن أصحاب الديانات الكردية أرغموا في إدخال هذه الشخصيات إلى أديانهم، إلا أنهم مع ذلك حسب تناسخ الأرواح فأن هذه الشخصيات الإسلامية ليست تلك الشخصيات الإسلامية التي كانت موجودة في العهد الإسلامي، بل بعد موتهم أصبحوا أشخاص آخرين ودخلوا إلى الأديان الكردية الحالية. والآن أحاول أن أربط كمثال الدين اليارساني وكذلك الأديان الأخرى أيضا مع المعتقدات والميثولوجيا الكردية القديمة، حيث أن تلك الطقوس والمعتقدات لحد الآن باقية في هذه الأديان. فالأديان الكردية الحالية هي امتداد للمعتقدات السومرية والخورية والكاشية والجوتية والميدية أيضا. فمثلا تتوافق المعتقدات البابلية مع لعلمكم أيضا مع الأسف كل التاريخ الكردي مسروق. حتى البابليون كانوا كردا. البابليون كانوا كردا، ومن مجموع 96 ملك
بابلي كان 94 ملكا كان من أسلاف الكرد، بس ملكان 2 كانوا من الكلدان فقط، و94 ملك بابلي كانوا من أسلاف الكرد. فبالنسبة للمعتقدات البابلية، ففي المعتقدات البابلية كان الإنسان مقدسا، حيث أن الإله خلق الإنسان من الطين ومن دم إله. معناه الإنسان هو خليط من الطين ومن الإله، دم الإله دم مقدس. وفي الأديان الكردية الإنسان هو مقدس أيضا. فيمكن لهذه المعلومة مراجعة كتاب ظهور الكرد في التاريخ، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، مطبعة وزارة التربية، أربيل 2005، صفحة 955 إلى 956 للدكتور جمال رشيد أحمد. أيضا بالنسبة للموسيقى والغناء، كان الخوريون يمارسون طقوسهم مع الغناء والموسيقى. لحد الآن اليارسانيون والهلاويون عندما يقومون بإثناء اجتماعاتهم الدينية الذي يسمى جم، وطبعا الجمع العربي والمجموع هذه كلها مأخوذة من كلمة جم الكردية، وكثير من عندنا يتصورون أن جمع وجميع ومجموع هذه كلها كلمات عربية ونحن نستعملها، بينما مأخوذة من كلمة جم الكردية التي لها جذور جذور عميقة في تاريخ اللغة، لغة أسلاف الكرد. سؤال دكتور من فضلك، ماذا تعني كلمة جم في اللغة الكردية؟ ماذا كانت تعني؟ جم يعني اجتماع، جم تجمع. إذا نفس المعنى، العرب أخذوه نفس المعنى. نعم. تفضل أكمل. نفس يعني اليارسانيون والهلاويون يسموه اجتماع الديني مالهم، يسموه جم، يعني تجمع. فكان الخوريون كانوا يؤدون طقوسهم مع الغناء والموسيقى، وكذلك اليارسانيون والإيزيديون والهلاويون أثناء اجتماعاتهم الدينية يتلون نصوصهم الدينية على شكل غناء مصحوب بالموسيقى الطنبور. لحد الآن هذا الطقس الخوري الذي عمره أكثر من 5000 سنة لحد الآن باقي في الأديان الكردية الحالية. أيضا كان الخوريون أيضا كانوا يقومون بتقديم الذبائح، الخرفان وتنظيفه في معابدهم. لحد الآن هذا الطقس أيضا باقي في الأديان الكردية. وحتى اسم الإله اليارساني خاوندكار هذا جمع الإله الميدي. هذا الخاوندكار لحد الآن اليارسانيون يسمون
الخالق خاونكار. هذه الكلمة متأتية من المعتقدات أو من المفردات الميدية، وكانت تعني في البداية الموقر أو اللائق المحترم، هذا الخاونكار. وثم أصبحت عند الآريانيين كأرواح كانت تحفظ نور السماء والأرض والنار والماء. ثم أصبح يستعمل كالخالق في الدين اليارساني. يمكن الاطلاع على هذا الموضوع أيضا من كتاب الدكتور جمال رشيد أحمد، ظهور الكرد في التاريخ، صفحة 687. أيضا كما قلنا السومريون، الخوريون والكاشيون كانوا يعبدون الشمس. لحد الآن الإيزيديون يقبلون المنطقة أو البقعة التي تقع عليها الشمس، وأيضا يسجدون باتجاه الشمس. وكذلك اليارسانيون يبتهلون إلى الخالق عند شروق الشمس وعند غروبها. هذه أيضا امتداد للأديان، أديان الأسلاف الكرد القديمة التي لحد الآن باقية في الأديان الكردية. وهذا يفند ادعاءات الكثيرين بأن هذه الأديان متأتية من الدين الإسلامي ومذاهب إسلامية، وهذه كلام غير مقبول وغير صحيح. هذه كلها بقايا المعتقدات الكردية واضحة في هذه الأديان، وهذه كلها أدلة علمية وتاريخية. أيضا بالنسبة إلى اليارسانيون يعتقدون بأن الخالق، بأن الإله لا يمكن معرفة كنهه أو رؤيته، وهو نور. وأيضا هنا المعتقد اليارساني مرتبط بالنور وبالشمس أيضا. وأيضا هناك معتقدات أخرى مثلا اليارسانية والميتانية، هذه المثرائية، يعني مثلا يتشاركون في تقديس الشمس وبعض النجوم كنجمة فينوس المسمى بالكردية كاروان كوجا، وأيضا نجمة كيوان، ونجمة إشتريا ثريا. هذه كانت رمز النور والرطوبة والنسيم. أيضا هذه المعلومات مذكورة في كتاب الدكتور جمال رشيد أحمد في صفحة 931. عند أسلاف الكرد السومريين كان الثور مقدسا وله مكانة بارزة، وحسب اعتقاد السومريين أن الثور خلق قبل الإنسان، قبل البشر. وكذلك الثور في الدين اليارساني مقدس، حيث أن اليارسانيين يحلفون بالثور فيقولون وهفت جاي داود، أي نقسم بالثيران السبعة لداود. داود هو أحد قديسي
الدين اليارساني. ففي المعتقدات السومرية كانت الثور مقدسا، وكذلك في الدين اليارساني. كان الخوريون كما ذكرت يعتقدون بحياة أخرى بعد الموت، وأيضا أصحاب الأديان الكردية يؤمنون بتناسخ الأرواح، وليس هناك موت في هذه الأديان، فقط انتقال الروح من جسد إلى جسد آخر بعد الموت. ولذلك شرائع هذه الأديان لا تحبذ أو تمنع أو لا تحبذ البكاء على الميت ولبس الملابس السوداء وهذه، لأن الإنسان لا يموت، بل ينتقل من طور إلى طور آخر، من شخص إلى شخص آخر. أيضا تقديم الثور كقربان أيضا بالنسبة للميتانيين، أيضا الأصحاب الأديان الكردية يقومون بنفس الشيء. والآن نأتي لنقارن بين مشتركات أو بين الدين المثرائي والدين والأديان الكردية الحالية. فنرى طبعا المثرائية كما قلنا انتشرت قبل حوالي 3500 سنة، ولحد الآن المشتركات باقية بين المثرائية وكما قلت الديانة اليزدانية. الديانة اليزدانية أقدم من الديانة المثرائية، لكن بعض الكتاب متمسكين بالمثرائية ولا يعرفون أن الدين اليزداني هو دين أقدم، هو كان دين الخوريين، دين الميديين. وأيضا كما ذكرت الكاكايون كانوا موجودين قبل أكثر من 3800 سنة. هذا اسمهم مذكور فيها قبل 3800 سنة. هو ما معناه كانوا موجودين قبل هذا التاريخ أيضا، بس اسمهم مذكور قبل 3800 سنة، وإلا هو هم ليسوا لم ينزلوا من السماء، وفي ذلك الوقت كانوا موجودين أيضا قبل. فعلى سبيل المثال المشتركات بين الأديان الكردية والمثرائية رقم 7 هو يعني مقدس. فهناك مثلا في الدين المثرائي هناك 7 سماوات، 7 طبقات للأرض، 7 نجوم، توجد في المعبد 7 سلم يعني درج، و7 أبواب، و7 طيقان، يعني طيقان جمع طاق. وأن عدد الدرجات الدينية المثرائية هو 7. أيضا المثرائية لها 7 طبقات. فيجتهد الشخص المثرائي يجتهد ويترقى من طبقة إلى طبقة إلى أن يصل إلى الطبقة العليا، الطبقة الدينية العليا. من جهة أخرى مثلا في الدين اليارساني 7 مقدس أيضا. هناك هفتن، أي الأشخاص ال7 الذي تجسد فيهم خاوندكار قلنا الخالق، وخلال عمر الكون يستطيعون إظهار أنفسهم على شكل بشر. وأيضا هفتوانة، أم هفتوانة يعني الأبناء ال7 لمجدد دين يارسان سانسهات، والخلفاء ال7.
هكذا. اليارسانيون يقدسون مقام داوود وجمخانة. جمخانة مكان الاجتماع الديني، والشمس والنار. المثرائيون بدورهم يقدسون الشمس والمعبد المثرائي والنار والماء. اليارسانية والمثرائية تتشابهان في منع الزواج من أكثر من امرأة واحدة. كلا الدينين يمنعان الزواج من أكثر من زوجة واحدة. وأيضا الكذب والسرقة والخيانة والحلف الكاذب هي من الخطايا الكبرى في دين يارسان. وكذلك فإن شعار الدين المثرائي هو السلوك الراقي والعمل الجيد. أيضا المركز، كما ذكرت عن الطبقات، المركز الديني بير هو أعلى مرتبة دينية في كل من الدين اليارساني والمثرائي. ولا أريد أن أطيل في الكلام، وإذا هناك أسئلة وأرحب بكم، وشكرا لاستماعكم. بل الشكر الكبير لك دكتور كاكائي، لأنك سردت بهذا الشرح المفصل منذ البداية وحتى آخر دين كردي مع المصادر. هذا أمر جميل جدا. لأجل ذلك هنالك أسئلة كثيرة سوف أتوجه بها إليك، وبشكل مختصر تستطيع الإجابة كي لا تتعب، لأن منذ ساعة وأنت تشرح لنا. لك جزيل الشكر. السؤال الأول هو سؤالي أنا. نعم. هل هنالك مصادر عن الأصل الكردي للسومريين؟ كون هنالك عندي المشكلة، أنا لا أقصدك أستاذ علي، لكن ثقافة المحتلين، ونحن في المدرسة في البيت، والآن ليست لنا دولة. ولذلك حتى في كتاباتي في مقالاتي هناك بعض من الكرد يشككون فيما أقول فيما أكتبه، لأنهم واقعين تحت الاحتلال وينظرون، يرون بالدونية. هم أدنى من العرب، أدنى من الترك، أدنى من الفرس، وأنا مجتاز هذه الأشياء، وأعتز بقوميتي. وأنا كباحث علمي أعتمد على المصادر وأكتب بموضوعية وبعيدا عن العاطفة. أنا كاتب دراسة، عامل دراسة عن السومريين، وفيه حوالي 40 مصدر، مستعمل 40 مصدر. يعني والأكثر غالبية المصادر أو تقريبا كل المصادر هم من الأجانب، من الغربيين ومن العرب، من الفرس. فأولا هناك آثار في كردستان، في مناطق الموصل، آثار سومرية وجدت. على سبيل المثال أتذكر البروفيسور الأمريكي سبايزر هو يقول ليس فقط السومريين، وإنما قبل السومريين، كما أشرت قبل قليل خلال حديثي، فأن كل منطقة العراق وحتى قسم طبعا الكويت وقسم من السعودية الحالية كلها كردستان، كلها كانت كردستان. فحيث انتقل
الكرد من جبال زاغروس وتوروس عن طريق إيلام إلى جنوب العراق. وهذا انتقالهم كان قبل، يعني السومريين هم أحفاد هؤلاء الذين انتقلوا إلى جنوب. هذا كلام سبايزر. فيقول أن سكان من الشرق، يعني من شرق العراق، يعني من كردستان، انتقلوا قبل آلاف السنين إلى جنوب العراق الحالي. وبعد عدة آلاف من السنين ظهر السومريون أحفاد هؤلاء الذين كان كذا قد انتقلوا أو نزحوا إلى جنوب العراق. مثال آخر، الزقورات هذه زقورة معبد كانوا السومريون يبنونه على في مكان مرتفع، تل أو هذه، وكان مكون من 3 طوابق. هذه أحد الأدلة. حتى أرادوا يجعلون جنوب العراق الحالي كردستان. فهذه يعني يؤكد على جبلية الموطن الأصلي للسومريين. يعني حتى في جنوب العراق اشتاقوا للجبال الكردية وعملوا هذه المفردات الكردية. يعني كثير منها المفردات السومرية باقية في المفردات الكردية. حتى اسم سومر KNG هم كردي، جي كي يعني سيد، البلاد اسم كردي. فهناك كثير. إذا تحب أنا أبعث لك هذا المقال، دراسة متكاملة تثبت أن السومريين كانوا أسلاف الكرد، وأيضا البابليين كانوا أسلاف الكرد، والبقية الكاشيون والجوتيون. الجوتيون هم أصل الكرد. الجوتيون انتقلوا إلى جنوب العراق، وبعدين ظهر منهم السومريون الحاليون. فالسومريون هم كرد بالتأكيد، أسلاف الكرد. لا خلاف بالنسبة لي، لأنني قرأت الكثير من مفرداتهم وكلماتهم نفس اللغة الكردية الحالية. تلك الأسماء، الكلمات نفس اللغة الكردية الحالية. لأجل ذلك حبذا لو ترسل لي دراستك، وحبذا لو نفرد حلقة عن أصل السومريين، حلقة كاملة عن أصل السومريين، أنا وأنت. نعم. أنتقل للسؤال الثاني كي لا نطيل على المشاهدين أيضا، وأنت أيضا. نعم. يسأل يوسف سلمان: هل أصل الكرد زردشتيين أم يزيديين؟ طبعا يقصد الديانة، وأنت ذكرت بأن الزردشتيين يعتبر دين فارسي، علما أن زردشت هو كردي، لكن ربما لأن الفرس تبنوا الديانة. استخدموا الأيديولوجية الزردشتية لإسقاط ميديا، الإمبراطورية الميدية. الفرس طبعا. صحيح. نعم. صحيح، هو كان كردي ومولود في أورميا، ولكن الدين اليزداني كما قلنا كان دين الكرد، ولم يقبلوا بدعوة زردشت، ولذلك طردوه، أو هو اضطر أن يغادر كردستان وذهب إلى الفرس. وهناك الفرس تبنوا الزردشتية واستغلوها كأيديولوجية دينية، وأسقطوا
الإمبراطورية الميدية. للأسف دائما. وفرد ملاحظة أخرى، الزردشتية لا تختلف كثيرا عن الإسلام، لأن الدين الإسلامي مقتبس كثير من الطقوس والشعائر الزردشتية. هنالك سؤال أيضا للافندر، تسأل: هل دين غربي كردستان كان الهلاوية أم الزردشتية أم كليهما؟ كما قلت يعني آه، اليزدانية كانت الدين هناك. الزردشتية لحد الآن، يعني رغم أن الدين الرسمي الساساني كان الزردشتية، وكذلك كما شرحت الأخمينيين أيضا تبنوا بعد حكم دار الأول تبنوا الزردشتية، لكن لم تنتشر الزردشتية في كردستان. كانت اليزدانية هي الدين السائد في كردستان، ولذلك نرى آثار كثيرة للديانة اليزدانية، بينما تفتقد كردستان إلى آثار زردشتية. شكرا. نعم، هنالك أيضا مشاهد لم أكتب اسمه للأسف، يقول: كتب تقترحونها من أجل القراءة بخصوص الأساطير الكردية. أعتقد صديقي بأن الدكتور ذكر كثيرا من الكتب والمصادر، هو يريد النصيحة بعض الكتب كي يقرأها بخصوص سواء التاريخ الكردي أو الأساطير الكردية، ولكن أنت ذكرت الكثير من الكتب في هذه الحلقة. إذن لذلك أنتقل إلى السؤال الخامس أيضا من قبل لافندر. تقول: إذن دكتور، جنابكم تقولون أن أصول السومريين من غوزانا، والتي هي غرب كردستان. نعم، طبعا حضارة غوزانا، الأقوام الكردية الأخرى التي جاءت بعد حضارة غوزانا، حضارة غوزانا كانت حاضنة الكرد، حاضنة الميثولوجيا الكردية، وأخذوا السومريون أخذوا هذه الميثولوجيا، هذه المعتقدات والطقوس من حضارة غوزانا، وعندما انتقلوا إلى جنوب العراق الحالي استمروا بها. حتى هذه إثبات أيضا، مثل ما تفضلت على السؤال: هل السومريون هم أسلاف الكرد؟ الحضارة السومرية كما تعرفون، الحضارة السومرية الكتابة وهذه. طيب كيف إذا كان السومريون لم يكن لهم أساس قبل، هل هذه المعلومات والعلوم نزلت من السماء لهم؟ فكانت عندهم خلفية في كردستان الزراعة وهذه، ونقلوها معهم إلى جنوب العراق. نعم. أيضا محمد شريف يسأل: متى سمي الشعب الكردي بهذا الاسم؟ في الحقيقة اسم الكرد متأتي من اسم جوتي، فمع مرور الزمن تحول إلى كرد، وأيضا مذكور اسم كردا في الألواح السومرية أيضا قبل يعني 5000 سنة 6000 سنة، أيضا مذكور اسم الكرد في الألواح السومرية. وأما كما قلت فأن الجوتيون هم أسلاف السومريون وأسلاف الكاشيون والميديون وغيرهم. طيب،
أيضا يوسف سلمان يقول أنت شرحت الآن، يقول هل كان الزردشتيون فرسا؟ أنت شرحت الآن بأن زردشت كان كرديا، لكن دينه لم يكن مقبولا كثيرا نعم. لدى الكرد لأنهم كانوا نعم. إزداهيين فذهب إلى الفرس. أنت قلت ذلك. نعم. أما يوسف شيخي يسأل ماذا يقصد الدكتور بدم إلهي؟ أنت قلت بما الأديان الكردية القديمة منهم كانوا يقولون بأن الإنسان خلق من التراب ومن دم الإله، لذلك إيه، قصدي يعني الإنسان مقدس عند أصحاب الأديان الكردية الحالية، وأيضا في بالنسبة للحضارة أو الخوريون أيضا كانوا يقولون بأن الإله خلق الإنسان من الطين ودم إله، معناه الإله إله مقدس يعبدوه. معناه الإنسان حسب المعتقدات الخورية كان الإنسان مقدس لأنه مخلوق من دم إله. وكذلك عند المقارنة مع هذه أيضا في الأديان الكردية الحالية هذا التقديس باقي في الأديان الكردية الحالية. نعم. هل الخوريون هم نفسهم الهوريون؟ نعم. خور أو هور، خور باللهجة الكرمانجية الوسطى يعني السورانية خور، وباللهجة الهورامية وأعتقد الزازائية أيضا فرع من الهورامية، فيسمونها الشمس هور يعني. طيب. أيضا هنالك السؤال يقول هل المعدان يعتبرون أبناء عمل الكرد وكذلك أبناء الشروكيين؟ نعم، ما فهمت السؤال. أنا أيضا لم أفهم السؤال جيدا، ربما لافندر سألت هذا السؤال. طيب أنتقل إلى السؤال الآخر. أيضا يوسف سلمان يتساءل هل الأفغان من بقايا الكرد؟ في الحقيقة ليس فقط الأفغان، حتى كل الأوروبيين من أصل كردي، حيث أن أوروبا وهذه المناطق وطبعا أفغانستان كما ذكرت كانت أرض كردستان، وكانت وكان الكاكائيون لهم مملكة هناك على أراضي أفغانستان وباكستان. وقبل حوالي 12,000 سنة كانت أوروبا أيضا مغطاة بالثلوج وغير مأهولة، هاجر سكان كردستان إلى أوروبا، ولحد الآن آثار في بريطانيا، في بلدان أخرى آثار كثيرة، آثار عن طريق DNA، أبحاث عن طريق البصمة الوراثية، يشاهدون لحد الآن بقايا العظام الباقية في مثلا جنوب لندن. وجدوا هؤلاء مهاجرين من كردستان. ولعلمكم أيضا نشرت دراسة أيضا عن اللغات الهندو أوروبية. كل هذه اللغات انتقلت من كردستان أيضا مع الزراعة، وأصل كل اللغات الهندو أوروبية هي كردستان منبع اللغات الهندو أوروبية. ونقطة أخرى، حتى لا يشعر الكردي بالدونية ويفتخر بأنه كردي ويعرف عظمة أسلافه الكرد، حتى كل الحروف الهندو أوروبية، لغات الهندو أوروبية
والحروف الآرامية بضمنها العربية والعبرية، كلها مأخوذة من حروف أسلاف الكرد الخوريين. الخوريون أول قوم، أول شعب ابتكروا الحروف في العالم، ومن هذه الحروف الفينيقيون نقلوا هذه الحروف إلى اليونانيين، واليونانيون عملوا من الحروف ونظموها حسب نطقهم وغيروا فيها، وكذلك الآراميون وغيرهم. ومنها من اليونان انتقلت إلى إيطاليا، ومن إيطاليا إلى بقية دول الأوروبية العفو. ولذلك الأوروبيون هم بالأصل زاغروسيون، والكرد يعابون بأنهم مثلا في جنوب وشرق كردستان يستعملون، حتى بعض الكرد يقولون أو يطلقون على الحروف المستعملة في اللغة الكردية في جنوب وشرق كردستان حروف عربية. هذه غير صحيحة. العرب هم أخذوا حروفنا، ومع مرور السنين تغيرت إلى الحروف العربية الحالية. وإلا أصل كل الحروف الآرامية، العبرية، العربية، وحتى التركية، المغولية، واللغات الهندو أوروبية، كلها أصلها حروف الخوريين الذين اكتشفوها. والخوريون أيضا ابتكروا أول نوتة موسيقية في العالم. وعندي أنا في الكمبيوتر مالي محتفظ بالموسيقى، وأيضا كانوا مؤلفين هذا الموسيقى على وزن الكردي، ولحد الآن معناه امتداد هذا الإيقاع الخوري باقي في اللغة، في الموسيقى الكردية. فلذلك أرجو من الشعب الكردي أن يفتخر بعظمة حضارته. لا أعتقد أنه في العالم يوجد شعب مثل الشعب الكردي خدم الإنسانية وله هذه الحضارات العظيمة. وتذكرت الآن أيضا نقطة مهمة جدا ليفتخر الكرد بشعبه. هناك بروفيسور إنجليزي اسمه وادل، فمؤلف قاموس سومري آري. هذا العالم الإنجليزي يذكر في مقدمة قاموسه بأن أكثر من 50%، يعني أكثر من نصف المفردات الإنجليزية مأخوذة من اللغة السومرية. اللغة الإنجليزية التي هي لغة العالم الآن أكثر من نصفها مأخوذة من أسلاف الكرد السومريين. اسم الكاتب لو تفضلت مرة أخرى، اسم الكاتب. وادل، WADEL. فنرى عظمة الشعب الكردي. وهذا لا أقول فقط يجب أن نفتخر بحضارتنا العريقة، لا، هذه الحضارة وهذه العظمة
يجب أن تكون حافزا لنا، ونخجل من أنفسنا أن نكون بلا دولة، وأن نكون عبيدا تحت حكم الآخرين، ويفرضون عليهم لغتهم وثقافتهم، ويسرقون تاريخنا. فهذه الحضارة العظيمة يجب أن تكون دافعا لنا أن نتحرك ونبني دولتنا. وأيضا عندما نبني دولتنا سنكون نستمر ونواصل خدمة الإنسانية في الابتكار والاكتشافات. يجب أن نكون مثل أسلافنا، ونبدأ بخدمة الإنسانية وتقدم البشرية وخدمتها والعمل على رفاهيتها. نعم، هو أعزائي المشاهدين مجرد تعقيب بسيط على كلام الدكتور كاكائي. لمن سيشكك في المستقبل بهذا الكلام، خاصة العرب المستعربين وهم الكثر، المسلمين أيضا، عودوا للقرآن، المؤمنين بالقرآن، ستجدون بأن الله سبحانه وتعالى يقول: واستوت على الجود، هي البقعة المباركة الأولى في الكرة الأرضية. الجودي إذا منبع البشرية. نحن المسلمين جميعنا نقول بأن سيدنا نوح هو الأب الثاني للبشرية. من جبال الجودي أو كوتي انطلقت البشرية. لن تستطيعون أن تشككوا بهذا الكلام. العفو، جبل جودي هو جاي من اسم الجوتيين. جبل جوتي، العرب ما عندهم حرف الجي فمكتوب جودي، وإلا جبل الجوتيين. جوتيين، نعم 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 نعم. يستطيعون العودة إلى القرآن الكريم. أيضا قلنا بما يتعلق هنالك آخر سؤال سوف أسأله. نعم. حيان كردي يقول: هل صحيح أن الإيزيديون كانوا يعيشون في قندهار بزمن اسكندر المقدوني؟ في نعم نعم. يعني أنا قلت يعني في الحقيقة أستطيع القول أكثر من نصف الشعب الكردي هم أصلهم كاكائيون. لأن الكاكائيون كانوا اتحاد قبائل، ليست قبيلة واحدة، وكانوا كما قلت يمتدون من كردستان إلى الهند. هذه المنطقة كلها كانت قبائل كاكائية، وكما قلت كانت لهم دولة هناك، ولحد الآن قسم منهم يارسانيون باقين في الهند وفي أفغانستان وفي باكستان. وكان طبعا الإيزيديون كانوا أيضا في هذه المنطقة، وأيضا ضمن هذه القبائل الكاكائية. ففي الحقيقة موضوعنا ليس هذا، وإلا بعد في زمن الأخمينيين والصفويين وهذه، فتعرض الكاكايون بسبب دينهم للقتل فتشردوا. فحتى العلويين هم يارسانيون، وهم أيضا يعترفون يعني في شمال كردستان وفي تركيا وفي غرب كردستان وفي سوريا. حتى عائلة الأسد أيضا من مدينة في خانقين، يعني كاكايون في خانقين وتشردوا هناك، والآن أصبح لهم اسم آخر باسم العلويين. والعلويين الأتراك سموهم علويين، وإلا هم اسمهم الحقيقي
هلاوي بالكردي يعني بخار الصاعد من طبخ القرابين من الطيور والثور والخرفان، فاسمهم جاي من البخار المتصاعد من القرابين المقدمة للخالق. شكرا. نعم، انتهت الأسئلة. طبعا هنالك الكثير من التعليقات تشكرك وتسلم عليك. أنا أيضا أؤكد كلام الدكتور كاكائي، وقلتها في بثات مباشرة سابقة: أنت أيها الكردي، للأسف لأننا عانينا كثيرا من الاحتلال منذ آلاف السنين. أقولها دوما بالكردية: ينظر إلى نفسه كأنه ستوخوار، لأن رقبته مائلة لأنه عانى من الاحتلال كثيرا. إذا كن كما أنت، لا تنسى تاريخك، ارجع للتاريخ سوف تعلم. الدكتور ذكر الكثير من المصادر. سلامي لكل المشاهدين، وإن كانت لك كلمة أخيرة، بالتأكيد لن هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات مع الدكتور مهدي كاكائي. لن أتركك هكذا بحلقة أو اثنتين. أشكركم جدا أستاذ علي لإتاحة هذه الفرصة لي، وأشكر جميع المشاهدات والمشاهدين لحضورهم، ونلتقي مرات أخرى، وأشكركم جميعا. أنا أيضا أشكرك جزيل الشكر. أشكركم أيضا أعزائي المشاهدين. زور سباس دكتور مهدي كاكائي. يعني بجد نلتقي في حلقة مقبلة مع موضوع آخر، ودمتم بخير. شكرا.